سلام يا البنات، وش راكم؟ وش راح تكونوا كامل بخير ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جيت نطلع عليكم بهذا كيش الدجاج. وصفة سهلة بسيطة وتوالم هكا يا مات الصيام يا مات رمضان. احنا كي نصومو شعبان هكا نحب ندير حاجة مع الشربة ولا وحدها ولا مع لاصوب. قلت نشارك معكم الوصفة تاع الكيش، يعني سهلة ولا غير تمتم توجد معكم. هنا يا بنات عندي بصل طويل، كنت قطعته، درت 2 حبات بصل و2 سنات تاع الثوم. قطعت البصل كيما راكم تشوفوا هكذا، باسكو هذا يدبال تمتم ماشي كيما البصل مدور. نديرو عليه مغرف تاع الزيت وشويه زبده الا حبيتو، ونحطو نحطوهم فوق النار يتقلاو. وانا دائما كي ندير البصل ندير معاه مغرف تاع السكر، يعني يتكراميليزا مليح ويتلقى ديك الحلاوه ديالو. يعني هاد العفسه شفتها في كويزين فرانسيز هكذا كلها. توجور كيديروا البصل باش يتكراميليزا ولا يطلق الحلاوه ديالو، نديرو مغرف سكر. ومن بعد كنت ما ندير السكر، كل ما ندير البصل عفوا نديرها تعطينا بنه بزاف هايله. هنا هاي لك مغرف صغيره تاع السكر، وندير الملح، ندير الزبده، قلت لكم شويه زيت، ونحطها فوق النار تتقلى حتى نشوف بلي هذاك البصل يعني دخلوا طياب مع هذاك الثوم كامل. هنا البنات كاضافه ضفت حبه طرشي حمراء، كانت قاعده في الفريجيدير حبه وحدها، وليت غسلتها قطعتها رحيتها هكا في الاشواق تمتم كما نقولوا مواس هكا، ما خليتهاش تلقى الماء ديالها. ومن بعد نرميها ديريكتومون فوق هذاك البصل ونخليها تزيد الطيب معاه. هنا بعد ما دخلهم طياب كما نقول واحد 50% حتى 60 هكذاك، نضيفوا لو بلون بولي، صدر الدجاج، رحيته عادي، ملح فلفل كحل، زدت له شويه ما حطيتوش بزاف، ودرت شويه عكري فومي، هو زعما فومي مي ما فيه حتى جو، درت شويه برك. هنا بالنسبه للعجينه راح نرحيها في الاشواق. هي العجينه هذه تجي جينيرالمون في الاشواق ولا في رغبو كبير، ولا انا درتها غير كما نقولوا ميكسيت غير الزبده مع الفارينه ومن بعد كملت بيدي. هنا عندي شوفوا الكيلي نديروه زبده ولا ليدم، نديرو الدوبل تاعو فارينه. مثلا انا درت هنا 200 غرام تاع الزبده، ندير 400 غرام فارينه، فهمتوني؟ واللي تحب تضيف الزيت 2 مغارف 3 مغارف هكذاك، يعني حطيتك كما نقولوا هشه كتر وكتر. درت رشه تاع الخميره كما شفتوا، قرصه تاع الملح، الزيت حوالي نص فنجان ولا 3 مغارف هكذاك. وهنا اللي يحب يتبلها كيما نقولوا ملح، فلفل كحل، كاش اعشاب عطريه هكا معدنوس، ولا يقدر يدير يعني لاباط كيما حبيتو. واش ندير هنا؟ راح نجوزها في الاشواق عادي كيما نقولوا، راح نرحيها ما راحش نطمها، باسكو نطموها بالبيض ولا بالحليب ولا بشويه ما ولا شغل هكذا. نخلط برك هكا ابي بخي حتى نشوف باللي الخليط تاعي راهو كامل متجانس، وهذيك الزبده يعني تخلطت كامل مع هذيك الفارينه. فوالا كيما شفتوا الخليط تاعنا راهو مرمل. هنا نضيفوا حبه تاع البيض، قلت لكم الا شفتوها ما نطمش غدو ديرها شويه حليب ولا شويه تاع الماء. هنا ندير لها انا حبه بيض وحده، ومن بعد نشوف الا خصني تحبوا تزيدوا حبه بيض وحده اخرى تضربوها، تحبوا ديروا بالحليب ولا بالماء يعني كيما حبيتوا. وتقدروا تستغناو كامل على البيض، ديروا ديريكتومون حليب ولا ماء. هذا ما كان. دوك انا نحكها هكا كامل بيدي حتى نشوف لاباط تاعي سي بون راهي واجده. شفتها مخصوصه نزيد لها شويه حليب ولا شويه ماء، ولا شفتها هذيك الحبه بيض كفاتني نحبس، يعني ما نديروهاش جاريه وما نديروهاش يابسه بزاف. هنا شفتها بلي ما زالت اني نطم فيها بشويه تاع الحليب كما شفتوا. هذه العجينه لاباط بغيزي تجي بزاف هايله. الانواع هذوما تاع ليكيش تاع المملحات، سوفلي كان يدير بها ميم سوفلي، بصراحه جو بريفير كيش خير، احسن من السوفلي. نكمل نطمها هكا حتى نشوفها بلي خلاص راهي جاهزه. نغطيوها نخلوها تريح شويه حتى ربع ساعه هكذاك، ومن بعد نجو نديروها في المول. انا عندي هاد المول كاري، نتوما تحبوا ديروهم منفردين كما نقولوا انديفيديوال، كل واحد وحده. تحبوا ديروهم في مول هكذا كبير ولا سنيوه مدوره ولا كما نقولوا حجم عائلي. فوالا هنا نطبعها كامل نلصقها في هاد المول، ندخلها كامل، ما نديروهاش خشينه وما نديروهاش رقيقه، يعني نروحوا معاها شويه شويه، نمشيوها كامل على الاطراف حتى نشوف بلي الاطراف كامل راهم
كما نقولوا خلاص دخلت لهم لاباط. ومن بعد تقبوها بيان سور بالفرشيطه. تحبوا تخلوها تروبوزي واحد 4 ساعات في الفريجيدير، تزيد تشد روحها خير وخير لو طون لي يسخن لكم الفوق. تحبوا تدخلوها ديريكت. انا هنايا خليتها تروبوزي شويه قسم ما سخنت لي الفور، ومن بعد رحت درتها طيب تقبتها بيان سور بالفرشيطه. هنا باش نديروا هذيك لابارايا كيش بون انا هذه درتها وحدي. دوك نتوما كل واحد كيفاش يحب، تحبوا غير بيض وحليب، تحبوا كريم فخاش وبيض كيما حبيتو. بلاصه لا كريم فخاش ديروا الياغورت طبيعي يعني كيما حبيتو. انا درت فرماج 4 حبات لا 5، درت 2 حبات بيض وندير معاهم شويه تاع الحليب ما تكثروش. انا هنا فات كيما نقولوا غلبني درت بزياده، مي معليش يعني قعد لي ندير به هذوك الانديفيديال ومن بعد تشوفوهم. قرصه ملح بيان سور، فلفل الكحل، شويه عكري كيما درنا من قبيله، ومن بعد نضرب كلش بالبغا ميكسر. شوفوا هي لاباراي كيش غادي ديروا باطايا هورت ناتور مع 2 حبات بيض، تضربوهم مليح وتفرغوهم. تحبوا ديروا راك خفخاش بلاصه الحليب يعني كيما حبيتو. انا هنا اللي كان عندي درتو. نخلطوا هاد المقادير كامل، هذاك الفرماج تجي ترحى. ممكن نديروا هذه الطريقه. الكيش تاعنا يجي طري، الحشو يجي طري ما يجيش ناشف. كاين اللي كيش ما يحبوش يقول لك ناشفين، بصح كي نديروا هذه الطريقه راح يجي طري. والله يا البنات غير طري تقولي ماشي طايب كامل هكذا. فوالا هنا الخليط تاعي بعد ما طاب تاع الحشو هذاك نضيف له هنا هاد لاباغاي اللي درناها كيف بالنسبه للعجينه ديالي بعد ما ربوزت 4 ساعات في الفرن. دخلتها طابت واحد 4 ساعات هي تاني كما نقولوا طيبتها على بياض، باسكو لو كان نديرو كلش خضر في خضر ما راحش تجينا بنينه وتجي شويه ثقيله. الوغ جو بريفير نطيبها شويه هكذا كيما نقولوا باش تجينا تقرمش، فهمتوني. نشوفوها باللي نشفت بصح ما طابتش، حوالي يقولوا 50%، و50% تكمل طيابها مع هذا الحشو والبيض. دونك هنا نستفها كامل هكذا كيما راكم تشوفوا. نفرغ شويه تاع اللي عندكم فرماج غابي ولا تقدروا تضيفوا لها من الفوق بيان سور. هنا نزيد نفرغ عليها شويه من هذاك الخليط وندخلها طيب الفوق بيان سور راهو سخون، باسكو قلت لكم طابت شويه من قبل البيضه. ودكا ندخلها تكمل طيابها، تاخذ لكم حوالي 20 دقيقه 4 ساعات صا ديبون كل واحد والفوق ديالو. تزيين من الفوق كما حبيتو. هنا ندخلها طيب. العجينه اللي قعدت لي راح نديرهم دي بريستيج مملحات بريستيج، درتهم في المول تاع المهراز بصح ما راحش نشاركها اليوم الوصفه. اليوم حطيت لكم غير الكيش، وريتكم برك العجينه اللي قعدت راح نديرها غدوه ان شاء الله ولا مع شوربه ولا. هنا الكيش ديالي بعد ما طاب هاوليك شوفوا راهو سخون حمر ما شاء الله. طاب خفيف بنين. عندي هنا شويه هذا الفرماج تاع الشرائح راح نطبع هكذا برك بالطابع ونحطو كتزيين من فوق. تزيين كما حبيتو، معدنوس زيتون كحل يعني نتوما واش حبيتو. انا واش كان عندي درت، ما عنديش معدنوس ما عنديش فرماج غابي، درت غير هاد الديكور. عندي 3 حبات نطبعهم كامل، وحده من وحده في الطرف يعني 3. فوق كل وحده نديرو حبه زيتون ولا قلت لكم لا عندكم معدنوس يعني تقطعوه من الفوق، ونكملها كامل هكذا ونخليها حتى تبرد باش نقطعها. يعني راهي سخونه. قلت لكم الحشو هذاك جات طري، لاباط جات هايله ما شاء الله. هنا عندي زيتون راح نديرو هكاك من الفوق 3 حبات نزين بيهم. والكيش تاعنا راهو جاهز. وصفة سهلة بسيطة يعني نبدلو على البوراك على الميني بيتزا بيان سور اللي يحب لي كيش. انا درتهم وحدهم يعني غير مع الكازوز. دونك نتوما واش حبيتو، تحبوه مع الشربات تحبوه مع لاصوب، نتوما واش راكم حابين. هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم. ان شاء الله كنت خفيف عليكم وعجبتكم الوصفة والطريقة، ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. فوالا كما قلت لكم يا البنات ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. الله غالب طنشوني وقفوا كامل عند راسي جاتهم الهضره. كنت نهضر بكم ما بيجيش كنت نقول. ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.